في يوم كان في شاب اسمه كريم شغال مهندس وعايش حياة مستقرة جدا لحد ما جاله تليفون قلب حياته. المكالمة كانت من رقم مجهول وصوت ست كبيرة قالته: أنت كريم اللي أبوه اسمه حسن؟ اتصدم وقال: أيوة، حضرتك مين؟ قالت له: أنا عندي سر يخصك، أبوك قبل ما يموت سايب لك حاجة لازم تعرفها. طبعا كريم اتلخبط وبدأ الشك يسيطر عليه. أبوه مات من 5 سنين وما فيش أي أسرار كان يعرفها، لكنه من فضوله قرر يقابل الست دي. قابلوها في قهوة شعبية في شبرا، ست كبيرة في السن شكلها غامض. أول ما شافته قالت: أبوك كان له شريك زمان وكانوا شغالين في تجارة مش قانونية، وبعد خلاف بينهم أبوك خب ورق ومستندات خطيرة في مكان محدش يعرفه غيري. كريم هنا اتنرفز وقال: مستندات إيه؟ أنا ماليش دعوة. لكن الست ردت: لو عرفت قيمتها هتدرك إن حياتك في خطر، وفي ناس لحد دلوقتي بيدوروا عليها. من اللحظة دي بدأت سلسلة غريبة. كل ما كريم يروح مكان يحس إن في حد بيراقبه. مرة لقى عربية وراه ماشية مسافة طويلة، مرة تانية لقى باب شقته مفتوح وهو متأكد إنه مقفول، لحد ما جاله ظرف تحت الباب جواه ورقة مكتوب فيها: ابعد عن اللي بتدور عليه، مش كل الأسرار ينفع تتفتح. الصدمة الأكبر إنه لقى صورة ليه متصورة من بعيد وهو داخل بيته. كريم بدأ يعيش في رعب، بس فضوله خلاه يكمل. راح للمكان اللي الست وصفته له مخزن قديم، وهناك لقى شنطة حديدية جواها أوراق بتثبت صفقات قديمة بين رجال أعمال كبار في قضايا فساد ضخمة. وقتها فهم إن الموضوع مش مجرد سر عائلي، ده سر ممكن يهدم أسماء كبيرة في البلد. القصة انتهت إن كريم سلم كل الأوراق للنيابة واتحط تحت حماية لفترة. هو خسر راحته وأمانه، لكنه كسب راحة ضميره. والعبرة هنا: فيه أسرار لو فضلت مدفونة تفضل،